السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي شهوة ام البنات. نتمنى يلقاكم الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم كيك بالتفاح، كيك عادي ديال كل نهار، مكونات بساط متوفرين في كل بيت كما شفتوا معايا. عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، استعملت كاس ديال الحليب، يمكن لكم تعوضوه بواحد يوغورت. هنا عندي 3 ديال الكيسان ديال العلبه ديال الدقيق الابيض، عندي واحد البنانه قطعتها طريفات، 4 ديال البيضات راهم ماشي كبار بزاف، عندي عصير حامضه، معلقه صغيره ديال الخل ضروري في اي كيك ما كنستغناش عليها، عندي قشره ديال الحامض كنحك غير الصفر، 2 اكياس ديال الفاني و3 ديال الخماره، نغيزه ديال الملحه، وعندي التفاح غادي نحتاج 2 ديال التفاحات اللي استعملت. ندوزو للطريقه، غادي ناخذ فاش غادي نخدم. انا استعملت اليوم في هذا الكيك 4 ديال البيضات، حيت البيض عندي صغير ماشي البيض كبير، اما الا كان البيض كبير نتكافاو غير ب3 ديال البيضات، ويكونوا مجبودين من قبل من الثلاجه باش كيعاونونا في الخدمه وكيطلع لنا البيض دغيا. هذاك الشيء علاش درت 4. بالنسبه للكيسان كلهم كاس ديال العلبه، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر. هنا غادي نزيد الكاس ديال السكر سنيده حتى هو ديال العلبه، وغنزيد مع الشاشي ديال الفاني، وغادي نزيد هذيك الحبه ديال البنان اللي عندي مقطعه. هذه اختياريه، نقدروا نديروها نقدروا نستغناو عليها، انا درتها حيت ما مستعمله الحليب، حتى كنت مستعمله اليوغورت مازال كيكون كيختار لينا العجينه. انا زدت البنان باش تختار لي العجينه شويه. غادي نطحن كلشي مزيان، غادي نخلط البيض حتى كيضاعف شويه الحجم ديالو وكيبيض. هاد غادي نزيد المكونات اللي باقيين عندي. ماشي مشكل الا بقى البنان عندنا طريفات، راه غادي تطحن، ولكن يعني الا بقى طريفات صغار ماشي مشكل عادي. كما شفتوا البيض هو بدا كيطلع، الحجم ديالو بدا كيتضاعف. هنا صافي غادي نبدا نزيد الزيت شويه بشويه، غادي نخلط مزيان الزيت حتى ما يبقاش يبان. غادي نزيد الكاس ديال الحليب اللي عندي، بالنسبه لا استعملنا اليوغورت راه ما غاديش ياخذ لينا الطحين 3 ديال الكيسان ديال الطحين، اما الا استعملنا الحليب راه غياخذ لينا الطحين اكثر. دابا غادي ناخذ هذوك 3 ديال الكيسان ديال الطحين، غادي نزيد عليهم 3 ديال الشاشي ديال الخميره اللي عندي، غادي نخلطهم مع الطحين. غنزيد عليهم داك النغيزه ديال الملحه ضروري في اي كيك، وغادي ندوز في الغربال. يعني واخا يكون عندنا مغربل من قبل كنعاودو نحيدوه باش كيتحيدو منه داك الكويرات. دابا غادي نخدم غير بشويه من الفوق لتحت، غير باش نخلط الطحين باش البيض كيبقى طالع، ما كيهبطش لينا داك الخدمه ديال البيض اللي خدمنا ما كيهبطش. كنخدم غير بشويه كما شفتوا، غير من الفوق لتحت، غير باش يتخلط ليا الطحين. بالنسبه للطحين ديما كيكون عينينا ميزانه، يقدر الطحين يكون كيشرب، يقدر الطحين يكون ما كيشربش، يعني احنا كنزيدو وحنا كنشوفوا القياس. بالنسبه هنا غنزيد القشره ديال الحامض، ما درتهاش في الاول حيت بغيتها تبقى طريفات ديالها، والقشره الحامض ملي كون كنحكوها ما نحكوش هذاك البيض حيت كيعطينا المروره. وغادي نزيد عليه شويه د الخل اللي عندي، خل عادي، وغادي نعاود نخلط شويه تخليطه خفيفه وصافي. ها هو العجين ديال الكيك ديالنا واجد دابا. يعني العجينه راه قاصحه شويه بالنسبه للكيك ديال التفاح او اي كيك غادي نديرو شي حاجه فوق منه، العجينه تكون قاصحه باش هذاكشي اللي غادي نديرو فوق منه ما كيهبطش في العجينه. كما شفتوا العجينه راه قاصحه شويه. غادي نخلي هادشي على جنب وغادي ندوز باش نقي التفاح. دابا راه التفاح موجود والوقت ديالو هذا ديال هذا النوع هذا ديال التفاح، واخا التفاح راه كيكون طول العام، بالنسبه لهذا النوع هذا كيكون زوين، يعني نقدروا نستغلوا به ونصوبوا ليه كيك ونصوبوا اي حاجه. هنا التفاح راه كنقسم على جوج، كنحيد غير القلب ديالها، ما كنقشروش، كنخليه بالقشره ديالو
وكنقطعوا طريفات طوال كما شفتوا. انا بالنسبه لهاد الكيك هذا خدا لي 2 ديال التفاحات كبار اللي استعملت، يعني على حسب حتى المول، الا كان المول كبير ولا شي حاجه راه غادي تاخذ عاوتاني لا كونتي كتر، ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق. هذا هو الحجم ديالو. غادي ناخذ شي حاجه فاش غادي ندير التفاح اللي غتكون كبيره حسب التفصيل، وغادي نزيد على التفاح. بالنسبه للفاني ما غاديش نديرو دابا، دابا غنزيد عصير حامضه اللي عصرت، حيت كانت عندي حامضه القشره درتها في العجينه والعصير خليته للتفاح. كاين اللي كيبغي يدير الفاني مع التفاح دابا، انا ما كنبغيش نديرو دابا. هنا خديت مول هذاك اللي كيتحل، دهنتو غير بالزبده بدون طحين، يعني غير الزبده بوحدها باش دهنتو. غادي نخلط العجينه ديالي غير بشويه تخليطه خفيفه، وغادي نهز الزيت ديال الفوق وغادي نكب العجين يهبط. غادي نهبط كلشي. هاد الكيك راه سريع وكيوجد دغيا. دابا غادي نقاد العجينه في المول، غادي نضربو شويه مع الارض، وغادي ندوز باش نستف التفاح من الفوق ديال العجين كما شفتوا. يعني التستاف ديال التفاح ولا الديكور ديال التفاح كيبقى لكم اختيار كما بغيتو نتوما، اما تدوروا دوره مورا دوره، اما ديروا كما درت انا، على حسب كل واحد كيفاش بغى. انا فضلت نديرو بحال هكا، كيجي زوين بحال الشكل ديال الوريضه. كما قلت لكم الا كانت العجينه خفيفه بزاف راه التفاح منين غادي يطيب غادي يهبط للتفاح وغادي يجي زوين، ولكن التفاح غادي يدخل في العجينه من الداخل. اما الا كانت العجينه قاصحه راه التفاح غادي يبقى من الفوق كيبان كله. يعني هداكشي علاش نديرو الطريفات ديال التفاح ما يكونوش رقاق بزاف، يكون واحد الحجم اللي قياس واحد يكونوا موين، والعجينه تكون قاصحه شويه باش كيبقى التفاح من الفوق. بعد ما قاديت التفاح ديالي كله، دابا غادي ناخذ هذاك الكيس ديال الفاني اللي خليت وغادي نديرو من الفوق. راه ما غنزيدش السكر، ما غنزيد حتى شي حاجه فوق التفاح، يعني هذاك الكيس ديال الفاني فقط بوحدو. وغادي ندخل الكيك ديالي الفران. من بعد ما خرجت الكيك من الفران كما كتشوفوا راه خدا لون واحد ومحمر، والتفاح بقى من الفوق كما قلت لكم. غادي نجرب، غادي نشوف يعني راه الكيك طايب كله وباقي سخون، راه محمره ومقروشه كما شفتوا. دابا غادي ندوز باش ندهنها بشويه ديال المربى، اي مربى عندكم ولا ناباج ولا شي حاجه. انا كان متوفر عندي مربى ديال الفريز هو اللي استعملت، يعني اي مربى ولا شويه ناباج ولا نقدروا نخليوها غير بحال هكاك. نزلت ليها شويه من الفوق، كندهنها باقا سخونه باش ما حيت المربى ما سخنتوش، يعني الكيكه سخونه فقط كندهن من الفوق شويه. من بعد ما دهنتها مزيان كما شفتوا بالنسبه للتزيين من الوجه ديالها تقدروا تزينوها باش ما بغيتو وبشنو ما كان عندكم. انا كان عندي شويه ديال الكاوكاو تا هو دخلته الفران حمرته وهرمشته هو باش غادي نزينها. نقدروا نديروه ملي كانت باقا خضره نديرو فوق التفاح. انا ما كنطيبوش مع التفاح، يعني كنبغي التفاح يتحمر وداكشي حتى كطيب وكنديرو هو بوحدو. يعني اختيار لكم، اما ديروه من قبل فوق التفاح خضر، اما تخليوها تطيب وديروا لها اللي كان يعني، وما محتاجاش يعني غير التفاح راه بوحدها راه كتجي زوينه بزاف هاد الكيكه. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديال اليوم. كيكه بالتفاح اقتصاديه وسهله، مكونات بساط. نقطعوا واحد الطريف باش نشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي. هي راه كتجي حجم عائلي كما شفتوا، راه باقا سخونه وباقا مقروشه محمره كما كنقولوا. نتمنى تعجبكم وتجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للبنات اللي كانوا خلاو لي تعاليق على الكيكه ديال التفاح، اخر كيكه كنت حضرت معكم ديال القرفه والزنجبيل، نتمنى تنال الاعجاب ديالهم هاد الكيكه هذه ديال التفاح.
وبالنسبه للكيكه بارده حتى هي لقيت بزاف ديال التعاليق. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ان شاء الله نصوب لكم كيكه بارده مكونات بساط واقتصادي. تبقاو على خير الى فيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي.